دولة ذات سيادة ودولة عديمة السيادة. الجزائر دولة سيادية في تقرير وتسيير موانئها وتسيير اقتصادها، عكس دولة تسير من طرف الأجانب. المركزية التاريخية المظلومية والاعتقاد بأن التضحيات بالماضي تمنح استثنائيات أخلاقية أو سياسية لا تملكها الشعوب الأخرى التي نالت استقلالها عبر التاريخ أو مسارات سليمة. التربية الوطنية والشحن الإعلامي، التركيز المستمر على المنهج التعليمي في خطاب الجزائر. شاهدوا هذا الفيديو. لما نسمع طريقة كلامكم تحليل هل هو تحليل اقتصادي أم تحليل تيك توكي؟ لما تقارن بين دولة ذات سيادة ودولة عديمة السيادة. الجزائر دولة سيادية في تقرير وتسيير موانئها وتسيير اقتصادها، عكس دولة تسير من طرف الأجانب. لو نقارن اقتصاديا بين الجزائر والمغرب، الجزائر استقلت يا زيد 65 عام. نزلوا زيد يا جماعة، زيد عنده مشاكل في الميكروفون هذا، دائما يزعج الناس ويتكلم. زيد يا زيد، وشوف لك حل انت والميكروفون هذا، الله يلعن شكله ميكروفون يا صاحبي. كمل يا كوستاريكا او كوستانوفا. كمل. ايوه معلش براحتكم. احنا نقوم مداخله ونمروا معلومات حقيقيه وليس مزيفه، وكل شيء واضح. الجزائر استقلت 65 عام، عندنا 65 عام من الاستقلال، والان نحن نبني في اقتصادنا بسواعد جزائريه خالصه 100%، عكس المغرب الذي كانت حمايه عسكريه، كانت حمايه من طرف فرنسا. ماذا تفعل موانئ دبي عندكم؟ خليني نكمل مداخلتي. كيف اخليك يا صاحبي؟ كيف اخليك؟ ما انت تقول ايادي جزائريه 100%. ماذا انتم تقارن انت كل لايفاتك عن الجزائر، بالرغم انك يا اخي ايش من جزائر؟ انت الصوره ما هي الصوره قدامك، ما هي الصوره؟ موانئ من؟ خليني نحلل الموضوع حبذا لو حللت فائده دور موانئ المغرب في الاقتصاد العالمي، لنرى ما يقدمه الاقتصاد الموانئ المغربيه للعالم. فهمتني؟ ولكن انت لما تتكلم عن الجزائر، الان انا اقارن لك بين الاقتصاد الجزائري والاقتصاد المغربي. الجزائر، فرنسا كانت في الجزائر استدمار، كان ردة فعل، كان كما يقول لك التموقع في الجزائر استعماري، وكسرت الاقتصاد الجزائري واستقلينا في 65 عام، عكس المغرب الذي كان حمايه. فرنسا كانت كما يقول لك تبني في اقتصاد المغربي على اساس ما ترغب فيه فرنسا حسب ارادتها وحسب ما ينفع اقتصادها الشخصي. فهمتني اخي اسعد؟ لما تكلم عن الموانئ المغربيه مسيره 80% من الاجانب، من الدنمارك، شركات دنماركيه، شركات فرنسيه سياما. لا راه كاين تيك توك، اسمح لي شنو نجيب. مصيبة. كمل يا صاحبي. سيادة وما سيادة. كمل. قلت لك ايادي جزائرية 100% ايوه خليني نتكلم. هو انقطع الجزائرية مسيرة. راني نجاوب فيك. عكس الموانئ الجزائرية مسيرة 100% بسواعد جزائرية. أنا أحترف بأن الجزائر تفتقر إلى خبرة عالمية في تسيير الموانئ، ولكن الآن توجهنا توجه لأننا نحاول أن نبني اقتصاد متكامل لا يعتمد على الاقتصاد البترول والغاز فقط. الآن نحن نعلم أن هناك بعض القطاعات حساسة التي كنا في الماضي أو في السابق لا نعلم دورها، كالموانئ، كالسياحة. الآن نحن نتوجه إلى بناء قطاع سياحي قوي. نحن نتوجه إلى استغلال موانئ الجزائر المتنوعة والمتعددة وذات الإمكانيات الاقتصادية العظمى، والتي ستكون منافسة
لعده موانئ عالميه، لاننا نمتلك المقومات، الغاز، نمتلك اليد العامله المتمكنه الجزائريه الخالصه، لا نعتمد على الاجانب. فهمتني اخي اسعد؟ ونزيدك لا ما فهمتكش نزيدك ما فهمتكش. فهمت، راه باين انا كان يتكلم لغه عربيه، لا اتكلم لا لغه لا لا لا, اجنبيه. لا, لا ما فهمتكش، لاني سالتك سؤال واضح: ماذا يفعل الاماراتيون في موانئ الجزائر كامله وانت تقول انك تديرها 100% جزائريين؟ رد لي على هذا، الله يرحم لك الوالدين، ولا قسما بالله الا بوادي المخازن. ها هي رد لي على هذا السؤال وصافي. انت تتكلم كلام تيك توكي. يا اخي تيك توكي خربوطي شخبوطي باش ماشي. المهم رد علي، كيف 100% جزائريين وموانئ دبي ماذا تفعل؟ موانئ دبي لا يوجد موانئ دبي، تم طردهم، لا يوجد. كانت هناك لربما كان هناك عقود مع الاماراتيين في تسيير بعض الموانئ، ليس كل الموانئ الجزائريه، ميناء واحد هو ميناء الجزائر العاصمه، ولكن اكتشفنا خيانه الاماراتيين. وكان قمت باحدى اللايفات معك في 3 سنوات أو 4 سنوات عن العلاقه المغربيه الاماراتيه والجزائريه، بان هناك خيانه اماراتيه قبل ان تطفو على السطح وتظهر على العلن. المهم، اما عن غار جبيلات، عن استثمار غار جبيلات، لما تكلم ما فيش خيانه قطريه؟ ما فيش خيانه قطريه عندكم ولا شيء؟ لا قطر اخواننا. المهم خليني نكمل مداخلتي وبعد. اما عن غار جبيلات، لما تكلم ادريس استثمار 3.5 مليار دولار على 60 عام. قيمه الدولار تتغير من سنه الى اخر. 60 مليون دولار السنه، بعد 5 سنوات يصبح لها قيمه ربما تعاوض ميزانيه بعض الدول الافريقيه. والان الحديد لما نقول استخراج الحديد يعتبر ثروه هامه جدا حاليا في العالم، خاصه ان امريكا عرضوا على ترامب حاليا ان افتخار انهم ينتجون الحديد الصلب، لانه يدخل في عده انتاجات، خاصه الانتاج العسكري. الان الجزائر سيصبح لها دور وموقع هام من خلال هذا المنجم الذي كان مغيب، وكانت هناك ايادي اجنبيه لا تريد ان يستغل. الان الحمد لله الجزائر عرفت نقاط القوة التي، وبفضل استراتيجية الرئيس سي تبون الذي يعمل بصمت ويستغل نقاط القوة التي تتميز بها الجزائر. من بين هذه نقاط القوة التي سنبني بها اقتصادنا هو الموانئ. إن شاء الله ستصبح الجزائر نقطة عبور عالمية، وموانئ منافسة عالميا بسواعد جزائرية ومستغلة 100%، لا بسواعد أجنبية. 2، استغلال المناجم، خاصة منجم غار جبيلات، وسنصبح إن شاء الله من بين الدول التي تدعم الصناعات الثقيلة في العالم من خلال هذا المنجم، والذي يعتبر كثروة لضمان اقتصاد لبعض السنوات، ربما ل100 سنة أو أكثر إن شاء الله. سمعتني أخي سعد؟ الكلام يجب أن يكون مبني على معطيات حقيقية، ويكون بتحاليل ناس ذوي خبره. ما تجيبوش كلام تيك توكي من اجل لا ندري. ربما وانا من الافضل كان من الافضل تغير الصوره الخلفيه تاعك، كنت دير تاع القالب السكر هذوك، ربما الصواريخ جو سي با انا المعنى تاعك صواريخ رؤوس نوويه. هل هذا لك هذه الجزائر رؤوس نوويه، هذه رؤوس نوويه. لك يا اخي على هذا المداخله النوويه. شكرا. شكرا اخي، شكرا. انا سامرر بس قبل ما نعطي الاخ ادريس. راني هنا. خليك لا تذهب يا اخينا، لانه عشان يرد عليك سي ادريس العلمي. بس هنا. ايوه سد. اوكي، قبل ما ياخذ ادريس، يعني الرئيس عبد المجيد تبون لا قال لك يعمل فيه صمت. ما ايش من صمت؟ صلى على النبي، اقل خطاب 3 ساعات من حقه يتكلم على كل شيء. ويا اخي انت لم تستطيع هل تعلم انه الامارات ما زالت الى هذه اللحظه الذي اكلمك فيها
وما زالت تعمل في مينائين، ميناء الجزائر وجيجل أو جنجن أو يشلوك الجن، ما زالت تعمل. ويقول لك أيادي جزائرية 100%. و والموانئ يقول لك هو ما عندوش خبرة في التسويق العالمي. يا إدريس، هو كلامك قال كلامك تيك توكي، لكن هو كلامه من السوربون، من السوربون الفرنسية. هو مع احتراماتي له قال كلاما عاطفيا، وهذا الكلام العاطفي أحيانا لا يصلح في مسألة التفسير. حينما تتكلم، دعنا نقول بأن الإماراتيين غير موجودين في الجزائر. هل تعلم بأن الفرنسي المقرب إلى ماكرون رودولف سعادة، تسمع به ولا ما تسمعش به؟ وشركة CMA تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ هي المسيرة لجميع الموانئ في الجزائر حاليا. عندك شي حاجة غيرها ولا طالعة غير تهضر باش تهضر؟ الدخل خليه يكمل كيف تتدخل؟ انتظر، سد الميكروفون. لا معطيك انا بعطيك يا اخي. المملوكه لرول سعاد اخر، قول لنا العكس. هذه النقطه الاولى. حينما تتكلم على 100%، شكون اللي بني سكنات عدل في الجزائر؟ واخا نمشيو بعيد، المغرب بنى الملاعب ديالو بشركات مغربيه 100%. اعطينا انت شكون اللي يبني دابا في الملعب ديال بشار؟ ماشي شركات ديكسان التركيه. من يبني في الجزائر؟ يبني الاتراك راهم محتلين كاع الجزائر كامله، محتلين بشركه افكو اللي تصوب لك. بلاتي دقيقه. شركه افكو في اضرار واش دير؟ شركه داكستان هذه اللي كاينه ديال المملوكه للتركيين اللي راهي تبني حاليا في تيار. لمن انت سكنات عدل عباره عن صنادق وجدتي لها الاتراك. وين هي الاستقلال عندك؟ انت صنادق وجدتي لهم براني تخلصوا بالعمله الصعبه. انت غتبني موانئ بالله عليك نورمالمون. راه عندك الشناوه، عندك الاتراك وعندك الكرديين يبنيو ليك عباره عن صنادق. يعني تجيب انت خريامك راه باش دير مزرعه راك جيب القطريين يخلصوا دراهم، وجيب الالمانيين ينزلوا البروجي، وبكراجيه من الميريكان باش الحمد لله ما عندنا الصهاينه. دقيقه الحمد لله ما عندنا الصهاينه. خليه قد الحمد لله ما عندنا الصهاينه. ادي حكايتك روح جيب معلومات. اللي نبغيه انا يطلع هنايا، ما تجيبش لي خطاب عاطفي وكانك راك جيب معلومات. كي راني نعطيك معلومات، هيا اثبت لي العكس، بان من بني الشطر اديال طروه ليس الاتراك. هيا اتحداك واقسم بالله ما نطلع لايف. ما عندكش تقدر تثبت لي بان جزء من سكنات عدل اديال طروه ما شاديناش الاتراك؟ تقدر حل المايك؟ شو اسمح لي احنا انا تسيير البناء. احنا الجزائر عندنا نقص في الخبره في بناء الموانئ عالميا. من 1962 مازال عندك نقص في الخبره. بنيت انت الموانئ في المغرب بنيتهم انتم مغاربه. شكون بناهم؟ شكون اللي بناهم؟ شكون بناهم؟ كل كلام واقعي. اصبر دقيقه. الملاعب شكون بناها؟ بناها مغاربه. شكون بناها؟ ادخل كل المعلومات. شوف انا ما عنديش، راه عندي البيسي تاعي ما نجيش نفتحها وكشي. خلي خطر الجايه نجيب لك الادله العلميه. خليني نسالي انا المداخله. انا نجاوبك على دنزان. احنا الجزائر لا يكمل ادريس. جاوبك ثانيه. جاوب 5 ثواني. قال لي جاوب. الجزائر تبني 1,000,000 وحده سكنيه اسرع في مده زمنيه قصيره. الان نحن جبنا الاتراك لان لهم خبره في بناء الاسرع في مده زمنيه، لان البناء 1,000,000 وحده سكنيه لربما في المغرب تاخذ 100 عام. نحن في الجزائر 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات يتحصل الجزائري على سكن. لذا استنجدنا بالاتراك الذي يبنون بالوحدات السكنيه الضخمه. العدد السكني في الجزائر بوحدات سكنيه بالملايين لا تحصى. فهمتني يا اخي؟ لما تكلم كلام واقعي. هناك مؤسسات جزائريه تبني، مؤسسات عموميه، هناك خواص، لكن ليس بالقدره الانتاجيه التي تلبي الحاجيات الجزائر في طلب السكن. نحن في كل سنه نوزع سكنات اجتماعيه بالمجان على المواطنين،
ووحدات سكنات عدل موجهه للموظفين وذوي الاجور الدخل الضعيف. لذا استنجدنا بدنزان شركه الاتراك لتبني وحدات في مده زمنيه اقصر. فابني اخي. طيب لا انا عندي سؤال يا اخي الجزائري، عندي سؤال ممكن ترد عليه؟ نرد عليك ما كاش مشكل، انا هنا. لماذا تتعاملون مع تركيا المطبعه يا اخي؟ حرام عليكم يا اخي، عندها علاقات مع اليهود. تركيا تاريخيا دولة مسلمة وعندنا علاقات استراتيجية. الآن الجزائر اسمعني أخي، اسمعني. لا، التطبيع لا يخصهم شخصي أمر شخصي، لكن ليس بالتطبيع التي تطبع به المغرب تعدت تعدت. ميكروفونك مغلق يا صهيونة. اسمعني المغرب تركيا مطبعه وحنا ماشي مسلمين، احنا ماشي مسلمين. انتم تصيمتم وصلتم لدرجه السنه. فرق بين ذوي القرار. تركيا قرارها لا تتدخل فيه اسرائيل واوصل. دقيقه استاذي، دقيقه. وشنو الفرق؟ اصبر. وشنو هو الفرق ما بين اسرائيلي ويهودي وصهيوني؟ وشنو هو الفرق؟ لا، نحن لسنا ضد اليهود. انا قلت لك وشنو هو الفرق، اعطينا واش هو الفرق. لسنا ضد اليهود ديانه وتعامل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا ضد اليهود كديانه. والصهاينه واش هو الصهاينه الذي يحبون المسلمين والذين يتعاونون على اخواننا الفلسطينيين واخذوا حق. سيبو اعطيني دقيقه. لكن تطبيع المغرب لا المداخله ديالي. انا خديتي المداخله ديالي. سأجاوبك. تطبيعكم يا اخينا يا كذا، خلي يكمل المداخله. ادريس لم يتكلم يا صاحبي. في كلمتين يا اخي نحن لا نحن استمعنا لك. لو سمحت لا تفتح الميكروفون، لا تفتح. ادريس لم ياخذ حقه في الكلام. يكمل ادريس ونعطيك الميكروفون مره اخرى. كمل يا اخينا، كمل يا ادريس. اولا الفعل الصهيوني هو التعدي على ارض الشخص او الجار ديالك او اي دوله اخرى، والفعل اللي درتوه انتم في المغرب يعد من الصيانه. ونزيدك حاجه اخرى، لو كانت فيكم انتم التمسلاميت او المسلمين لم يكن منكم من الجرأه ان تنبطحوا لاسبانيا تفعيلا لاتفاق السلام كونترا في المغرب. ياك حنا بجوج مسلمين عاد بعض، ما كاين لا تطبيع هذيك الساعه لا والو. حنا مازال ما طبعناش مزيان. واخ ياك حنايا تناقشنا مع اسبانيا. لماذا رحتوا رواحكم ورحتوا عند الاسبان منبطحين تفعيلا لاتفاقيه الصداقه كونتر في المغرب؟ دقيقه فتحت النار على نفسك. دقيقه قبل ما تدوي على التطبيع ديال المغرب. نهار المغرب دخل في اول شنآن مع اسبانيا على جزيره ليلى، تسللتم لواذا في الغدر وفي الخيانه وفي بعد كبير عن الدين والاسلام والجوره، وتفعيلا لاتفاقيه الصداقه مع اسبانيا اهل الكتاب كونترا في بلاد مسلمه جاره. لم تراعوا لا حسن الجوار ولا الدين الاسلامي ولا القرابه بيننا، وتجي تتحدثني على الصيانه هي اللي فيكم انتوما الذي تحاولون تقسيم البلاد ديالكم وعرقل التنميه، لانكم لا تريدون للمغرب ان يكون قوه اقليميه في المنطقه. دي معاك المعلومه. يا سدريس اخرجوا من الصهاينه ورجعونا للموانئ حتى لا يخرجك. انا اعود الى يا اخينا يا اخي خلي يكمل يا اخي انت ما تعرف يا اخي. احبس ميكروفونك الله حبس يا اخي الله يهديك. احنا بنوزع الوقت بينكم يا صاحبي الله يهديك. احنا سمعناك لما كملت. دع ادريس يكمل في دقيقتين وبعدين خذ الوقت انت. الله يهديك يا صاحبي كمل يا اخي. الا ما كنش عندك قوه تحمل الرد ما كاين لا طلع في ليكاس وسيرتوا معايا انايا باش نجيك من التالي. وانا معروف لدى الجزائريين هي باش تفهم. اولا على مستوى الموانئ، انت 50 سنه وانت تطلع في الغاز والبترول ولم تستطيع لا بناء منشآت لا بناء اقتصاد مهيكل. لم تنوع في اقتصادك وبقيتي تهبش غير تحت رجلك وتبيع. يعني الغاز مقابل الغداء. شحال راك تصدر انت في الجزائر؟ 4 المليار. انا اهل بالاقتصاد واعرف جميع المعلومات على الجزائر. ايش تعرف انت كجزائري اقسم بالله لن تعرف الا عشر ما اعلمه انا عليه. ايش تعرف انت في الجزائر؟ لذلك انا قلتها ونعاودها لك، البلاد اللي ما يبنيهاش الغاز والبترول ما يبنيهاش غار ديال التراب. هذا مشروع سياسي تحاولون بناء مصيده للمغرب لنزاع سيادي حدودي
والمغرب يعرف جيدا ما تفعلون. غادي نخليو لكم خساره خسارتين، خسرتوا الفلوس وانتم تعلمون بان 3.5 مليار دولار اللي حطيتوها الان في الانفراستركتور لازمكم اكثر من 2 مليار زياده باش ديروا مشروع ديال ديفوسفوريزاسيون ديال الفوسفات، سينو ما يصلح لوالو، وبالتالي غتزيدوا تخسروا دو بلوس فقط. علاش؟ كونطرا في لي تيك توكر المغربيين وانا اولهم. لازم نعطيك المعلومه وتكون على قدر من المعلومه. انا نرجع الموانئ باش نختم. المغرب كانت له القوه، وانا كنت فرحا حينما المغرب شيد طنجيماد، لان اولا اسبانيا والعديد من الدول هناك ما تخليكش انك دير مشروع، لان اكبر شركه اللي هي على ما اظن سويديه او دنماركيه ميلسيك ولا شي حاجه بحال هذه السميه هذه، الان انتقلت من اسبانيا واصبح مقرها في طنجه. نحن يعني دخلنا في صراع ليس معكم، دخلنا في صراع مع دول عظمى كاسبانيا. الان المغرب اصبح ينافس دول حينما تحتل الرتبه الثالثه عالميا. هي راك 200 دوله في العالم وانت الثالث. نعم ميرسيك، هذه الشركه هذه الدنماركيه اكبر شركه على مستوى يعني في اللوجيستيك الدنماركيه. هذه الشركه هذه الان اصبح مقرها في طنجه بعد ما كانت في الخزيرات. نعم. ما الذي جعلها تنتقل الى مدينه طنجه؟ ما الذي جعل المغرب محطه اعجاب وتحول الاستثمارات؟ الان المغرب حينما بنى هذه الروافد طنجيماد على مستوى التحكم في الملاحه التجاريه، ثم الناظور على مستوى الطاقه لانه سيكون طاقي صناعي، ثم البور ديال الداخله اللي غادي يربط اوروبا والمغرب والامريكيتين بعمقهما الافريقي. المغرب يخدم على 300 سنه. اشكرك ولا لا تغبر لا تخليني وحدي. ابقى انا معك وما تقاطعنيش اساس شرعي واعطيني حريه التعبير كما تعطي حريه المغاربه. تفضل. اولا لما نتكلموا على العلاقات الجزائر مع الدول المطبعه، هناك اللي تفهم كلمه السياده. لا، انا المغاربه نحسن نعاونهم لانهم لا يعلمون، لم يتذوقوا معنى كلمه السياده، لم يعيشونها، لا يعرفون كلمه السياده ويقارنون كل دول بدولتهم. تركيا دولة سيادية، الجزائر دولة سيادية، فرنسا دولة سيادية، حتى إسرائيل دولة سيادية، لا يتدخلون في قراراتها ولا لا يمكن لتأتي دولة أجنبية تسير قرارات دولة معينة حسب رغبتها، عكس المغرب دولة مسيرة عديمة السيادة. اللي تعطيني حرية التعبير كما يهضروا هما، لأن هذه حقائق. المغرب دولة تتشبث في من يحميها. ترى أن يعتبرون أن الجزائر دولة عدوة. لو نتبادل القوى، لو نعتبر أن المغرب لديها جيش قوي كما ما يملكه الجزائر، لكانت استعمرتنا المغرب في قرون. وخير دليل خيانة المغرب ما برج دم الشهداء الله يرحمهم، وكما تسبون بالجماجم. نحن لنا الشرف ان اجدادنا اجتثت نفسهم، وخير دليل ان جماجمنا توجد في المتاحف، ان ارضنا ماتوا عليها جزائريين واجتثت جماجمهم، عكس دول الذين باعوا شرفهم وتركوا رؤوسهم فوق اجسامهم. نحن نفتخر ان أرضنا اجتثت رؤوسها أجدادنا من أجل حرية بلد. لذا السيادة فرق. وخيانة المغرب عديدة ويدعون بأن الجزائر تقسيمهم. هم من دعموا في التسعينات وكانوا وخير دليل أكبر حتى الخيانة الجزائري لم يخن وطنه، بالرغم أنه كان يتحرك في المغرب بحماية الحسن الثاني وبتدعيم الحسن الثاني، لكن لما عاد الجزائر قال لهم كان يريد أن يشتريني لكنني لست سلعة للبيع. سمعتني أسد شرعي. من يشتري قلت منو قال يشتريني حاجة؟ حشاني الجزائري، حشاني الذي كان آنذاك رأس من رؤوس الإرهاب، كانت تدعمه المغرب، ومن كان أولى في الخيانة. مازال ما استقليناش، دخلوا يريدون أن يستعمروننا. هل
هل في ميزك لما تتكلم لي على السياده، هل تركيا جاء عندهم اجنبي وهدد دوله اخرى من بلدهم؟ حدث في المغرب، جاء قائد من القيادات العسكريه وهدد الجزائر من داخل بلدهم. حتى ان ماكرون داخل البرلمان تكلم وشكر وقوف المغاربه في الاستعمار الجزائر، في حرب الجزائر. اسمعني يا اخي الشرعي، انت تريد انت وسيله، اداه، انت فهمت الدور تاعك، انت اداه اللي تريدون ان تنومون المغلوب عليه المغربي، ولكن المغربي يعرف الحقيقه. الان الحقائق موجوده في التيك توك موجوده، وخير دليل كاس افريقيا التي اصبحت اضحوكه عالميه، كشفت السياسه الرشيده للمغرب في كل القطاعات، حتى ان الرياضه سويست، ارادت ان تسيس فكشفت حقيقه السياسه المغربيه والتفكير المغربي الفاشل. والحمد لله الجزائر قويه بقراراتها وتوجهاتها الاقتصاديه، بالرغم ان هناك عراقيل من دول عديده خاصه فرنسا، فهمتني. ولما تكلم تقول الاقتصاد المغربي هو اقتصاد فرنسي موجه من فرنسا، وكل المستثمرين في فرنسا يستثمرون في القطاعات السياحيه والقطاعات الصناعيه يفتخرون كانهم هم من يصنعون السيارات، وهي شركات فرنسيه بيجو ورونو، وتصدر العالم، وكل المداخل تدخل الى صندوق الملك، هو صندوق الاقتصاد الفرنسي. فهمتني يا اخي الشرعي، انا نوجه رساله من هذا المنبر الى المغاربه: لا تقارنون بين دوله ذات سياده ودوله لا تمتلك سياده، لانكم لم تتذوقوا بعد قيمه السياده. فهمتني اخي الشرعي، لهذا لا يفهموننا اخواننا المغاربه لما نتكلم نحن الجزائريون، وقلتها لك في اللايفات السابقه: الجزائري لا يتشابه مع العرب عامه، لا في تفكيره ولا في طريقة لباسه ولا في طريقة كلامه. نحن نختلف والحمد لله شخصياتنا، ونحن دولة مؤثرة سياسيا ومؤثرة اقتصاديا، والحمد لله. هو جاءوا الفرنسيون يتشاورون معنا ولحل المشاكل بين فرنسا والجزائر، فهمتني. ويجب أن نفصل بين الحكومة الفرنسية والشعب. نحن لا نحب، يجب أن نفصل كالسكين مع الزبدة بين الشعب الفرنسي والحكومة الرأسمالية العلمانية الفرنسية، فهمتني. نحن لا نكن أعداء للفرنسيين ولا نكن أعداء للشعب المغربي، ولكن هناك أمور الشرعي سيأتي يوم ستندم. أنت وسيلة وزعما نصيحة من عندي أخي الشرعي، نتمنى تغير الخلفية، دير هذوك القالب السكر، هذوك الرؤوس النووية. بنخافوا يخاف الشعب، يخاف شنقريحة، السيد شنقريحة قائد الأركان الجيش الجزائري عظيم. اسمعني، تفضل، نخلي الباب الإجابة. سد لكن لا تفتح. شوف، لم نقاطعك صافي، إذا فتحت بتنزل. احترمناك وقلت الذي قلت ولم تفتح شيء. أنا سأعطيك حق رد بعد ما أحيل الميكروفون لإدريس، وبعدين نأخذ الأخ الذي فوق موسى. إياك أن تفتح الميكروفون. شوف، احترمناك تحترمنا صافي، وعشان أريح الجمهور. يا ليالي يا ليالي، قالوا إن الحب حالي، ما السبب في ضيق حالي. يا ليالي يا ليالي، يا ليالي خبريهم إني قلبي ما نسيهم، خبري الظالم بحالي. يا ليالي يا ليالي، أشتاق وأسأل عنكم الأشواق، لفراق
الفراق ما غير علي الفراق، عساكم ما نسيتوني عساكم، عسى ما مر هوى بعدي وخذاكم. ناطر هواكم ناطر، قادر ولاني قادر، ناطر هواكم ناطر، قادر ولاني قادر، أنا ما أقول غير الله. الله يكون بعون كل المتكتكين. أشتاق. طيب إدريس، اسمح لي يا إدريس إذا سمحت لي، أنا في بعض النقاط التي ذكرها الأخ الكريم، هذا كان فاصل لأنه كان اللايف يتعرض للسينيال شوية، فلازم من أغنية على أساس نرتب الأوراق ونرتب الآذان والنفسيات هكذا بحيث الناس يبدأوا يسمعوننا. يا أخينا الكريم من الجزائر الطيبة، اسمعني مذيان، مفهومك للسيادة مفهوم شوشعي بامتياز. اسمح لي يعني هكذا أفهمك موضوع السيادة. أنت لا تفهم ما معنى السيادة أصلا، لا تفهمش ما معنى السيادة، ولا أدري كيف تصنف أن المغرب ما عندوش سيادة. والله كيف أنا عندي سيادة والمغرب ما عندوش سيادة؟ وحتى إسرائيل يقول لك عندها سيادة، إسرائيل عندها سيادة. يا أخي موضوع السيادة في موضوع أقدم من السيادة شوية. هل تعلم أن المغرب هذا الذي أنت لا تعتبر له سيادة كان شيئا مذكورا، كان في شيء اسمه مملكة مغربية، وأنت لم تكن شيئا مذكورا، أنت كنت اسمك الجزائر الفرنسية. يعني كان المغربي لما يولد مغربي، أنت كنت تولد فرنسي. فهمت ولا زد لك؟ هذه قبل السيادة كانوا هم شيء كانوا شيء. يعني عندما جاءت فرنسا جاءت إلى دولة وخرجت من دولة. أنت كانوا لم يكونوا يعتبروا أنهم استعمروا دولة، كانوا يسموك جزائر فرنسية. وحتى عندما أعطيت الاستقلال، ويا أسفا على الجماجم التي طارت، أعطيت على أساس أنك جزء من الأرض الجزائرية تريد أن تستقل بحكم عسكر، يجيبوا لكم عسكر يدينون بالولاء لفرنسا. بالله عليك يعني أنت تفتح على نفسك باب. وأنا أتمنى أن إدريس ما عاد ياخذش في هذا ويرجعنا للموانئ. تتكلم عن السيادة، الدولة موجودة دولة ولها قرار ولها سيادة ولها تعامل ولها كذا، ويجي يقول لك نحن نتعامل مع تركيا وتركيا دولة ذات سيادة. واحد قال لك المغرب بيتعاملوا مع جزر القمر ولا ما؟ طيب فرنسا أليست دولة ذات سيادة؟ المغرب يتعامل مع فرنسا. بريطانيا، الاتحاد الأوروبي اللي كان عندهم بوريطة أمس، أول أمس كان بوريطة عندهم أو هم عند بوريطة، واتفقوا. الاتحاد الأوروبي دول ذات سيادة ولا ما دخلنش مخك؟ هذول بيتعامل معهم المغرب، والمغرب يقنعهم الآن بخطة الحكم الذاتي الذي يعني تريد تبرر تهرب من مسألة التطبيع هذه. عندما نحن نفهمكم وقلنا لكم 1000 مرة لا عاد تكونوش مثل هذاك الأخ اللي طلع قبل شوية قال نحن ليس لنا علاقات بيننا، يقصد أن المغاربة مطبعين. أنت تتعامل مع أوخ مطبعين في الكرة الأرضية. إذا كنت لا تعلم أن أول دولة إسلامية اعترفت بالكيان الصهيوني هي تركيا، أول دولة إسلامية. وإن كنت لا تعلم أن الحديد والصلب الذي تتزود به إسرائيل من تركيا حتى أثناء غزة. شوف، ولما نجي نحطكم أمام الأمر الواقع تجي تقول لي تركيا هذه تركيا أوكي، لكن إحنا نريد نحرركم من موضوع المغاربة مطبعين، نحن مشكلتنا معهم مع التطبيع. عندك 20 دولة في أفريقيا لها علاقات مع إسرائيل من رأسهم إلى أخمص قدميهم، وعلاقتك معهم طيبة، ما عندك أي مشكلة إطلاقا. يعني مبدأكم في مسألة مناهضة التطبيع والتمترس مع فلسطين مبدأ بدائي، مبدأ لا يقوم حتى على أساس، وتقعون في مطب وراء مطب وفي حفرة وراء حفرة. لما تقول المغرب مطبع، طيب يا أخي أنت مع تركيا، التي لها سفارة ولها تبادل تجاري وحديد وصلب وكل علاقات على المغرب ما عنده سفارة، حتى مكتب التواصل في الرباط مغلق، ما عندهم شيء.
عندهم أي حاجة إلا اتفاقية كذا ولا. ومع هذا ترى التطبيع المغربي هذا، الإمارات كانت تديرك وتدير موانئك وما زالت تديرك إلى هذه اللحظة، ومعك اتفاقية 30 سنة، ما زالت موانئ دبي المطبعة تديرك إلى هذه اللحظة. يلا وريني النيف حقك، وريني حب فلسطين وروحوا الإماراتيين، ما طردتهم أنت. ما زالت موانئ دبي موجودة وغصبا عنك وباتفاقية لمدة 30 سنة. يعني قلنا لكم 1000 مرة يا أخي، هذه دروس المفترض أني مرت عليكم ما تعودوا إليها في التيك توك. مسألة التطبيع، إذا كان لك موقف فقال جميع المطبعين. أما تجلس مع عبد الفتاح السيسي وتجلس مع أردوغان وتجلس مع محمد بن زايد وهم مطبعين كلهم، لما يجي عند المغرب مع فلسطين احنا ظالمة أو مظلومة، المغرب مطبع. يا أخي ضحكوا عليكم الناس، يا أخي أصبحتوا مسخرة في التيك توك. الله يرحم أبوك يا كازانوفا أو ما أدري اسمك، الله يرحم والديكم في موضوع التطبيع. فكونا منها، فكونا منها. الله يرحم أجدادكم الذين ماتوا رحمة الله عليهم. شوف حتى أنا ضد مسألة ذكر الجماجم، والله إني ضدها، أنا ضدها. لكن بغيت أقول لك حاجة، لو أن أولئك الناس الطيبين الذين استشهدوا علموا أنه سيخلف من بعدهم خلف أمثالكم، والله ما واحد قسما بالله ما يقل ولا يستدعى عليه واحد منكم، قسما بالله العظيم. لكن أنا لا أريد أن أفصل هنا صراحة، لأنه موضوع الميتين ما أحب أخوض فيه، الله يرحمهم. الله ويرحم لحظة يا إدريس. نعم. اصبر. الله يرحم موتاكم وموتى المسلمين جميعا. أنا ما أحب أخوض في هذا الأمور لأني حاجات عند رب العالمين. حتى الجماجم أنا ضد ذكرها إلا في حالات حرجة، لما أنتم تريدوا تعملوا لنا مشاكل. الرياضة في موضوع كأس أفريقيا، أنت عندما تعتبر المغرب فاشل، أقول لك ما هو مركزك أنت في الدورة كأس أفريقيا وما هو دور المغرب؟ واحد خرج بهذه الطريحة وبهذه الفضيحة أمام نيجيريا ولم تهجموا هجمة واحدة، لدرجة أنه حارس نيجيريا راح إلى ساحة جامع الفناء في مراكش وسهر وشرب ورجع ولم تذهبوا إلى الجول دياله، وجيت تتكلم عن المغرب الوصيف الذي هو الدور الثاني. يا أخي اسكتوا، آخر ناس يتكلمون أنتوا في موضوع الرياضة. وأما مسألة أنه لا يشبهكم أحد، هذه أنا معك، وتحدى إدريس العلمي يعاندني. من يشبه الأخ في الجزائر؟ قسما بالله ما منكم جوج، قسما بالله ولا يشبهكم ولا في الكرة الأرضية. هذه الذي أنا ممكن أبصم لك بأصابع الرجلين، مو اليدين، بأصابع الرجلين يا أخينا الجزائري. لا يشبهكم أحد في الكرة الأرضية، لذلك نطالب بأن تغيروا هذه الكرة الأرضية وتطلعوا لكم آخر يتناسب معكم ومع ثبتكم، لأن أنتم بين هكذا نوعية مختلفة عن الكون وعن البيئة وعن العادات والتقاليد البشرية. هذه أنا معك يا صاحبي قسما بالله. وإذا تكرمتوا علينا وطلعتوا لكم زحل وتعيشوا لكم هناك لوحدكم وتخلوا البيئة في حالها، قسما بالله لا نكون لكم من الشاكرين. في النهاية يظل مفهوم السيادة في الجزائر حالة فريدة تجمع بين إرث تاريخي ثقيل من التضحيات وبين خطاب تعبئة تستغل داخليا للترويج استثنائية قومية تضع البلد في موضع اختلاف دائم عن محيطه، بين من يراها عقيدة شعبية صلبة رسمت بدم الشهداء وترفض التعبئة، ومن يراها مجرد شماعة سياسية وشعارة المبالغة القومية أو تهميش أو تجارب الشعوب الأخرى. يبقى السؤال المطروح: هل السيادة الحقيقية تكون في المواقع أو تجسد في الشعارات المرفوعة أو التمسك بشيء غير موجود